السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة سعيد جدا بما يصلني من الأخبار من الضفة الأخرى للعالم الآخر. طوابير على الحليب، طوابير على الزيت، طوابير على الماء، وأخيرا وليس آخرا طوابير على الملح. تخيلوا، الملح. صراعات حول فاكهة البرتقال تصل إلى القتل أحيانا في بعض المدن الجزائرية. صراعات حول بعض صناديق السردين المستوردة من تونس، لأن القوة الضاربة في الحيط ما عندهاش آلية الصيد، وتم استنزاف كل الخيرات الموجودة في الشواطئ ديالها. صراحة سعيد جدا وأنا كنشوف الشعب الجزائري في هذا الشهر الكريم يعاني هذه المعاناة، لأن صدع رؤوسنا بالقوة الضاربة، وصدع الرؤوس ديالنا بأحنا شواكر الأفريق، حنا الدولة القارة، حنا فما نراه اليوم صراحة أنا يسرني كثيرا، لأنه حينما نقول بأن الجزائر لم ترتقي بعد إلى درجة الدولة فنحن صادقين في ذلك، لأن النظام الجزائري حولها إلى زريبة. ولما نقول زريبة الجزائر فنحن صادقون في الوصف، لأنه لا يعقل في 2026 في دولة غازية تمتلك الغاز والبترول وتقول بأن لديها أكبر دخل قومي في إفريقيا، شعبها يهان ويذل في طوابير الحليب وطوابير الماء وطوابير الملح التي لا تنتهي ليل نهار. الله يزيدكم، وهذا دعاء مني لكم إخواني الجزائريين. أتمنى الله عز وجل أن يطيل عليكم حكم الرئيس عبد المجيد وشنقريحة حتى نراكم دائما أسفل سافلين، لأن فعلا تستحقون هذا النظام ويستحق ذاك النظام ذلك الشعب. تحياتي لجميع المتابعين، ورمضان مبارك كريم وسعيد من براكش الحمراء.